سيبها على الله. اللي بيرمي حموله لربه ربه بيرعاه. هو القادر واللي في ايده يسهل لك حالك ويعينك. افتكره في عز ما تبقى سعيد، وافتكره كمان معقولة البني آدم من غير ربه هيعيش مكسور. هو اللي بيخلق في الضلمة تفاصيل النور. اطلب منه أقل الأشياء واشكره يديلك كيف ما تشاء، وتوكل على رب الدنيا وروح له هترجع راضي ومجبور. أبسط تفاصيل يومك دايما خليها على الله وادعي له. زعلان من حاجة ولو سهلة ارفع له ايديك واجري احكيله. الدعاء بيقرب ويخلي في عمار موصول في جلال الله. من فوض أمره لرب الناس الحاجة اللي طلبها تجيله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. راجع لكم النهاردة بروتين جديد ان شاء الله تستفادوا منه، كمان هيعجبكم وكمان هيديكم طاقة ايجابية ان شاء الله. قبل اي حاجة بجد عايزة اشكركم على تفاعلكم معايا وعلى كلامكم وكمان تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبجد بتسعد قلبي قوي. بشكر كمان كل الناس الجميلة اللي اشتركت معايا في القناة، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. عايزاكي بقى تحطي لي لايك للفيديو لو لسه اول مره تشوفيني ومش مشتركه معايا في القناه. نوريني باشتراكك من كلمه اشتراك تحت الفيديو، كمان فعلي الجرس على الكل علشان تشوفيني على طول. نبدا بسم الله ونشوف الروتين بتاعنا، وما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويثبتهم ويرحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحم امي واموات المسلمين يا رب العالمين. عملت ايه في يومي النهارده؟ اول حاجه كده صحيت من النوم، كانوا ولادي كده لسه راجعين من المدرسه. قلت بقى اعمل لهم تمر بلبن، يعني يديهم طاقة ايجابية وكمان يعني حاجة مغذية كده ومشبعة. طبعا كنت ناقعة التمر في التلاجة كده من قبلها بيوم، ويا دوب حطيت عليه اللبن وخلاص. بعد كده بقى دخلت اشوف اللي ورايا، وهنا بقى كنت فكه الستاير، قلت احطهم بقى في الغسالة كده قبل اي حاجة. بصوا هما كانوا نضاف معايا، بس انا حسيت ان يعني فيهم شوية اتربة، خصوصا بقى ان كان يعني في عاصفة كده ترابية الفترة اللي فاتت اليومين اللي عدوا. فقلت بقى يعني اخدهم كده اديهم دورة غسيل حلوة كده قبل دخول بقى الشتاء الصعب علينا. وبعدين بس كده شغلت بقى على اليوم الغسالة، وقلت علشان يعني انشرهم كده والدنيا لسه شمس معايا. دخلت بقى البلكونة، قُلت آخد إلحفة ولادي كده وأحطهم بقى في الشمس ياخدوا تشميسة حلوة أوي. عايزة أقول لكم بجد يعني اليوم ده كانت الشمس جميلة جدًا، وأنا بصراحة يعني طول فترة الشتا باحب كده أشمِّس يعني أي غطا بقى، بطانية، لحاف، مخدات، يعني لازم نفتح كده يا بنات ونغيّر النَفَس طبعًا اللي موجود في الشقة، وكمان نقضي على أي بكتيريا طبعًا موجودة. أنتم عارفين بقى إن الجو برد اليومين دُولة، وبيبقى يعني الأمراض بقى ربنا يعافيكم ويعافينا كتير، ونسبة البكتيريا في الجو بتبقى كتير جدًا. فعشان كده يعني مش نقول بقى الجو برد لأ ندفّي الشقة وكده، لأ غلط جدًا، لازم نفتح كده ونفتّح الدنيا ونهوي الشقة كده ونشمِّس كده الفرشة بتاعتنا على قد ما نقدر. دخلت بقى غرفة ولادي وزي ما أنتم شايفين يعني زين بقى ابني الصغير ربنا يحميه، كان بيلعب كده وسايب المكعبات زي ما هي. بُصّوا هو أنا معوّداه بصراحة يعني يرتّب اللعب بتاعته بعد ما يخلّص وكده، ولكن يعني أوقات بقى بيستهبل ويعني أنتم عارفين بقى شقاوة الأطفال، ربنا يا رب يحفظهم ويحميهم. المهم الأوضة كانت معايا نضيفة، أنا كنت مرتباها قبلها بيوم، يا دوب بس كده هارتب السراير وألم بقى المكعبات واللعب بتاعته زي ما أنتم شايفين كده. مسحت بقى الكومودينو والسراحة ونفضت كده السراير ورتبت كل حاجة. وبس كده خلصت الأوضة بقى وشغلت المكنسة الكهربائية بتاعتي، وقلت كده شفط الأرض برضو كده على السريع. بصوا يعني تعتبر كانت نضيفة معايا زي ما قلت لكم، كنت مرتباها قبلها بيوم. انا بحب جدا يعني قبل ما انام كده الف لفة في الشقة، لو في حاجة مثلا ارتبها اكنسها انضفها كده يعني فاهميني. دخلت بقى على البلكونة، يعني بصراحة هي كانت محتاجة تنظيفة عميقة، بس أنا قلت يوم تاني إن شاء الله كده نعملها مع بعض، عشان زي ما انتم شايفين كده فيها شوية حاجات كده محتاجة أشيلهم، وكمان أنضفها تنظيفة كده عميقة قبل دخول الشتاء بإذن الله. وبس كده عايزة أقول لِك بقى لو وصلتِ معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطّي لي لايك للفيديو، وكمان تصلّي على النبي في الكومنتات وتقولي لي بتتابعيني من أي مكان. طبعًا يسعدني ويشرّفني تنضمي معايا في القناة وتكوني أخت من أخواتي. وبس كده خلّصت يعني كنس الأوضة الحمد لله، وكانت الشقة حواليّا كده نضيفة والدنيا معايا برّه كلّها تمام وكل حاجة مرتّبة. يعني ما فاضلش قدّامي غير إن أنا أدخل أعمل الغدا، وكمان الغدا بتاعي النهارده يا بنات سهل وبسيط كده ومش هياخد معايا وقت خالص. زي ما أنتم شايفين كده يعني ما رضيتش بقى يعني أفرش الحِفَا دلوقتي، قُلت الشمس لسه حلوة وموجودة، أسيبهم كده شوية بحيث إن أنا أدخّلهم كده يكونوا سخنين وكمان ريحتهم حلوة.
اكتر لحظة بحبها بقى لما برش المعطر كده والدنيا بتكون نظيفة معايا ومرتبة حواليا، خصوصا بقى لو واقفة اعمل غدا في المطبخ او احضر مثلا اي حاجة، بكون واقفة مرتاحة، يعني عارفة ان الدنيا كلها نظيفة ومفيش حواليا شغل كتير ولا كركبة. يعني حاولوا تخلصوا دايما شغل البيت الاول قبل ما تدخلوا المطبخ بتاعكم، بجد هتحسوا براحة نفسية رهيبة. اكتر لحظة بحبها بجد رش المعطر، ولما بقى شيش يعني احس ان النور بتاع النهار هو اللي داخل كده وطافية نور الغرفة كلها. وبس كده دخلت بقى المطبخ، قلت نشوف هنعمل غدا ايه. كنا الاول كده جايبين فاكهة، قلت اغسلها برضو الاول قبل ما ابدأ في الغدا، علشان يعني الرخامة برضو تكون حواليا نظيفة كده وفاضية، واعمل الغدا بقى يعني وما يكونش حواليا كركبة. طبعا السفندي بقى والبرتقان اليومين دولت حلوين جدا، يعني حاولوا كده تأكلوا منهم ولادكم كتير. حلو قوي يا بنات للمناعة، خصوصا بقى لو عندك أطفال طبعا والمناعة بتاعتهم بتكون يعني ضعيفة. انتوا عارفين كمان ان إن اليومين دولت بقى الحاجات دي بيكون طعمها حلو قوي، البرتقان والسفندي طبعا، وكل فواكه الشتاء بتكون يعني لذيذة. بصوا، هو انا بحب اغسل البرتقان والسفندي على اساس برضو يعني ولادي لما يسحبوا منهم ويقشروا تكون الحاجة نضيفة معاهم على الأكل على طول، خصوصا بقى إن بيكون جاي عليه طينة وفيه أتربة كتير. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، صلي على النبي في الكومنتات وحط اللايك الحلو بتاعي، وتسلم ايدك يا سكرة على اللايك. لو وراكي بقى حاجة يلا قومي تشجعي معايا وما تكسليش، ما تقوليش بقى الجو برد، لا خالص. بصي، أول ما تتحركي كده حركتين تلاتة جسمك هيسخن على طول وهتتنشطي. كان في بقى متابعة من المتابعين حبايبي الغاليين، كانت كاتبالي في التعليقات: يا ايمي انا طول الوقت حاسه بفوضى، وفوضى يعني كتيرة حواليا ومش عارفة أبدأ منين. بصي أنا هقولك على حاجة بسيطة خالص، حاولي كده تخلي عندك روتين للتنظيف اليومي. يعني خلي عندك مثلا شوية خطوات بتعمليهم في بيتك كل يوم، ده هيخليكي مع الوقت تسيطري، وكمان كل حاجة معاكي هتبقى سهلة. يعني أنا مثلا بنضف الشقة كلها كل يوم، ولكن في أوضة منهم كده بختارها إن دي لازم أنضفها تنظيف عميق. يعني بقى بكنسها وبمسحها وبمسح الخشب بتاعها، وجنب منها على السريع كل يوم لازم أمسح البلكونة أو أكنسها زي ما شفتي معايا كده. ولازم طبعا أول ما أقوم من النوم بعمل دورة غسيل من البداية للنهاية، وطبعا قبل ما انام لو برضو في عندي غسيل بحتاج ان انا اعمل دورة كمان، بحيث بقى ان انا لما اقوم من النوم الم الغسيل القديم وانشر الجديد. ده طبعا بيخلي مفيش عندي غسيل كتير، لان طبعا يعني الغسيل بقى الكتير مع الغسيل اللي على السرير واللي على الكنبة واللي مش متطبق، ده بيعمل فوضى حوالينا. بحاول طبعا كمان اغسل المواعين اول باول، وافضي الصفاية كل يوم الصبح اول ما اقوم من النوم. صدقيني لو عملت الحاجات دي كده واحدة واحدة وبدأتي فيها يعني بروتين، ده هيسهل عليكي كتير قوي. يعني حاولي كده تخلي في يومك ولو نص ساعة، النص ساعة دي بصي هتلمي فيها البيت، يعني مش بقولك نضفي فيها بيتك، لا، انتي هتلمي فيها بيتك، هتلاقي بقى نفسك على اخر الاسبوع لما تنضفي بقى التنظيفة العميقة بتاعتك، هتلاقي بقى الموضوع سهل معاكي وبسيط، مش هتلاقي بقى كركبة مواعين ولا دوشة هدوم على السرير ولا هدوم في الغسيل. لا، انتي طبعا الهدوم برضو اللي بتلميها اول باول، حاولي كده وانتي بتلميها من على الغسيل تطبقيها على طول. لو مش بتحبي تقفي تطبقي في البلكونة بقى، لمي الغسيل بتاعك وادخلي اقعدي كده جنب منه، طبقيه ورتبيه في مكانه على طول. صدقيني الخطوات دي هتسهل عليكي كتير. عندك مثلا الشجرة دي حسيت ان هي مش نظيفة معايا وكان فيها كده شوية تراب، قلت اخدها برضو قبل ما ابدأ الغدا واغسلها، بما اني مفيش ورايا شغل كتير. يعني الفكرة ان انا عايزة اوصلك ان الحاجة لما تتعمل اول باول مش في وسط مليون حاجة، هتحسي براحة ومش هتحسي بتعب، ولا كمان هتحسي بضغط انك بتعملي كذا حاجة في وقت واحد. بحيث انك بقى لما تيجي اخر الاسبوع تنضفي التنظيفة العميقة بتاعتك، هتلاقي نفسك مش بتعملي كل حاجة موجودة في الشقة، لان بالفعل في حاجات نظيفة ومرتبة معاكي. وبس كده يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كانت خلاص بقى دورة الغسيل بتاعتي خلصت، وقلت بقى خلاص يعني انشر بقى الستاير بالمرة كده قبل ما ادخل بقى اعمل الغدا، بحيث بقى ما يكونش ورايا اي حاجة يعني اعملها بره في الشقة وكده. دخلت بقى اعمل الغدا، وفي الوقت ده جالي قفص الطماطم ده، كنت طالباه كده من كام يوم وجالي توصيل. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، الطماطم طازه وحلوه قوي. يعني للناس بقى اللي بتحب تخزن الطماطم الوقت ده مناسب، وكمان سعرها مناسب، ان احنا بقى نخزنها ونعمل منها كميات كده بقى سواء لرمضان ان شاء الله او للشتاء. انا بحب بصراحه اخزن كميه حلوه كده في الشتاء، بصراحه بتنفعني قوي وبتسهل عليا وبتوفر عليا وقت ومجهود كتير. ان شاء الله هنفرزها مع بعض في الفيديو الجاي باذن الله. حطي لايك للفيديو يا سكرة لو لسه بتشوفي الفيديو معايا لحد دلوقتي، واكتبي لي بقى كومنت حلوة كده من كلامك الجميل اللي بيفرحني وبيسعدني دايما.
تعالوا بقى نحضّر الغدا مع بعض، هنعمل أكلة حلوة أوي. هنعمل إيه؟ هنعمل سردين مقلي. بُصّوا بقى، أنا بصراحة من عشاق السردين المقلي خصوصًا في الشتا، أكتر من فصل الصيف. يعني ممكن الصيف ييجي ويخلص وما اجيبوش ولا مرّة. هو عامةً الأسماك والسردين وجميع أنواع الأسماك بتكون طعمتها حلو أوي في الشتا. جِبت كمية كده، يعني حجمه كبير شوية، بحيث إن ده إن شاء الله هاقليه النهارده وهيكون الغدا بتاعنا. جِبت كمان كمية كده بس يعني حجمه صغير شوية، ده بقى للتخليل. إحنا بنحب السردين المحدّق أو المخلّل، بصراحة كان نِفْسي فيه أوي وكمان عندي البنات بيحبوه جدًا. المهم غسلته وحطيت بقى السردين اللي هيتخلّل في مصفى بالشكل ده، بحيث بقى ما يكونش فيه ولا نقطة مَيّة. طبعًا ما ينفعش نخلّله غير لمّا يكون ناشف جدًا. هاسيبه بقى يتصفّى على جنب كده، وتعالوا بقى نشوف هنعمل إيه في السردين التاني. هنعمل له تتبيلة حلوة أوي، أوي بجد. هنعمل له بقى التتبيلة ونسيبه فيها كده يقعد فيها شوية حلوين، بحيث ياخد ويدّي كده من طعمها. دي بقى خلطة توابل يا بنات، بنقول عليها عندنا في المدينة بتاعتنا أو المنطقة بتاعتنا حباش. طبعًا اللي من نفس المدينة بتاعتي عارفين هي قد إيه جميلة وبيكون طعمها حلو أوي. عبارة عن شطة، عشان في حد قبل كده سألني برضه في التعليقات، عبارة عن شطة وتوم وكزبرة. التوم طبعًا بيكون مفروم، وشطة ناعمة وكزبرة ناعمة وكمون، وطبعًا الملح ده أساسي معانا. بنخلط كل المكونات مع بعض وبنحطها بقى في برطمان كده وبنسحب منها. عايزة أقول لكم دي بقى باحط منها بصراحة لكل حاجة، ومش يعني مش هتحتاجي معاها أي توابل تانية. هاضيف منها كده حبة صغيرين بالشكل ده، وحطيت كده معلقة صغيرة من هريسة الشطة، وهاعصر كمان ليمونة كبيرة كده. عايزة أقول لكم بجد طعم السردين بقى أو السمك عامةً، السمك المقلي اللي هو البلطي، بالتتبيلة دي بيكون طعمه وريحته في منتهى الجمال. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدًا. هاعصر بقى الليمون كده وهاقلّب بقى السردين في الخلطة دي كويس أوي بالشكل ده، ومش باضيف أي حاجة تانية خالص، يا دوب رشة فلفل أسود بس كده بسيطة، بتدّي نكهة وطعم حلوين أوي. صدقيني لو جربتِ بقى الخلطة دي مش هتحتاجي بقى لتوابل سمك ولا أي حاجة. وبس كده هاحط عليها رشة الفلفل كده رشة بسيطة خالص. جربوها بجد. أنا باضيفها على السردين وعلى السمك المقلي، ما تستغربوش والله، هي بتدّي طعم ونكهة حلوة أوي. يا دوب رشة بسيطة خالص، ما تكتريش. عايزة أقول لكم بجد ريحته حلوة أوي. هانقله بقى في طبق كده صغير، بحيث كده التتبيلة يعني تاخد وتدّي كده معاه بالشكل ده، وهاحطه بقى في التلاجة على طول. هاسيبه كده حوالي ساعة لحد بقى ما أحضّر الخضار بقى والرز بتاعي يكون جاهز معايا، وكمان شرب كده من طعم التتبيلة بتاعته يكون طعمه روعة. عايزة أقول لكم بجد ريحة الليمون على الخلطة بجد مخلّية ريحته حلوة أوي، ده غير كمان إنها هتخلّي طعمه مميز وطعمته بتكون حلوة أوي. وبس كده غسلت الرز وولعت عليه وحطيت العبوة المية بتاعته والملح بتاعه وغطيت عليه لحد بقى ما شرب كمية المية كلها. كنت بقى ايه حطيت له الزيت بتاعه. وبس كده. عايزة اقول لكم بجد الأكلة دي من الأكلات اللذيذة في فصل الشتاء. طبعا الناس بقى اللي بتحب الأسماك وكده، السردين فيه فوائد كتير قوي وطعمه كمان يعني بيكون حلو جدا. أنا بصراحة ولادي ما كانوش بيحبوه في الأول خالص، ولكن بعد كده مع الوقت لمّا يعني عودتهم ياكلوه بقوا بيحبوه. بُصّوا، هو أنا مش باجبرهم على حاجة، ولكن الحاجة اللي باحس إن فيها فوايد وبيقولوا لي: "يا ماما لأ مش بنحبها ومش عايزين ناكلها." بافضل وراهم مرة و2 و3 لحد ما بياكلوها. طالما بقى هناكل سمك أو هناكل سردين يبقى لازم خضار. بُصّوا بقى ربطة النعناع الصغيرة دي أنا جايبة الاتنين الواحدة ب5 جنيه. الأسعار بجد بقت حاجة مرعبة والله بجد، الله المستعان. ربنا يا رب يرحمنا برحمته ويرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، ويقوينا يا رب على ولادنا وعلى تربيتهم يا رب العالمين. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله كتير واستغفروا ربنا، بجد الصلاة على النبي فيها بركة و... وذكر الله عامة يعني بيضيع الوقت كده ومش بتحسي بمجهود ولا بتعب ولا بوقفة ولا بأي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص كده كل حاجة بقت جاهزة معايا، ما فاضلش بقى غير ان انا اقلي السردين. نقعت بقى الخضار بتاعي، وبحب كده احط على الفجل او الجرجير رشة كده بسيطة من الخل. وبس كده جبت شوية دقيق ورشة ملح كده صغيرة هحطها عليهم، وكمان هحط كده نص معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من النشا. بقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه.
عايزة اقول لكم بقى الخلطة دي بجد يعني بتخلي الكفر بتاع السردين مقرمش كده ولونه يعني اصفر وجميل. وبس كده هبدأ بقى ابطن كده يعني كمية بكمية، وفي الوقت ده طبعا مشغلة النار بتاعتي على الزيت ومهدية النار. سخنت الزيت وحطيت بقى كمية سردين كده على نار هادية طبعا علشان يعني ما ياخدش معايا لون بسرعة من غير ما يستوي. عايزة اقول لكم يعني النار الهادية بجد بتخلي الاكل طعمه حلو كده وبياخد راحته في السوا. بصوا بقى هيحمر معايا هياخد لون ذهبي قمر ازاي. النشا بجد مع الكاري بيدوا لون وقرمشة حلوة يا بنات، جربوه بنفس الطريقة ان شاء الله هيعجبكم جدا. خلصت بقى الكمية كلها كده، حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. وكنت بقى خلاص محضرة بقى السلطة بتاعتي والخضار معايا نضيف وكل حاجة جاهزة معايا. الأكلة دي بجد لذيذة وسريعة وبسيطة. يا رب كده يكون الروتين بتاعي النهاردة عجبكم واستفدتوا منه لو بحاجة بسيطة. مستنية بقى كلامكم الجميل اللي بيفرحني وبيسعدني. وما تنسوش بقى تشجعوني بلايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. وأقول لكم هتوحشوني، أشوفكم على خير. باي باي.